يا مرحب بيكم في براح. براح هو مساحتك اللي بتلاقي فيها صوتك مسموع وكلامك مفهوم وألمك متشاف وليه دوا. بدأنا مع حضراتكم الأسبوع اللي فات رحلة عميقة نحو خلق علاقات آمنة. بدأناها بعلاقة زوجية مبنية على أسس واضحة ونية صادقة لإعمار البيوت. رحلة ممتعة الحقيقة، أنا مستمتعة بيها جدا 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 مع الرائعة دكتور عبير العشري، كوتش العلاقات والمستشار الأسري. أهلا 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 أهلا. أهلا. طبعا حبيبتي. الأسبوع اللي فات دخلنا بتقولنا يعني في الموضوع، ولكن لسه اللي جاي أكتر وأكتر في تفاصيل أكتر إن شاء الله. علشان النية واضحة لإعمار البيوت. يا رب. فالحقيقة من الحلقة اللي فاتت حسيت ان الكلام سمع مع ناس كتير قوي، رغم انه ممكن يكون في ناس لسه مش مقبلة على الزواج ولا في علاقة، ولكن عارفة بدأت تفتحي عينهم على شيء مختلف عن البرمجة اللي كبروا عليها وتعودوا عليها. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا كسرتوا موروثات واصنام احنا بقالنا كتير عارفين ان هو ده صح. هذا ما كان يعبد اباؤنا، او ماذا كان يفعل اباؤنا. فاحنا لا، غيرنا النمط. فانا مبسوطه جدا من الفيدباك من الحلقه اللي فاتت، حاسه ان الناس طب كتير الحمد لله. استقبلتها الحمد لله بشيء كويس جدا. حلقه النهارده انت اخترت لها اسم جسر مكسور. الاسم لوحده انا يعني اثار فضولي، تقصدي بيه ايه جسر مكسور؟ آه، إحنا اتكلمنا قبل الزواج صح؟ مم. بعد الزواج، بعد فترة كده غالبا بيحصل إيه؟ وساعات للأسف مش بعد فترة ولا حاجة. عارفة لما يبقى اتنين كده بينهم جسر، ضفتين كده، كل واحد على ضفة، مم. بس في كسر في الجسر، لا هي عارفة تروح له ولا هو عارف يروح لها. حلو التشبيه جدا. فكتير قوي من العلاقات بتبقى كده، بيبقى في مم. جسر وفي الرجل والمرأة مم. احنا شايفين بعض بس مش واصلين لبعض. مش واصلين لبعض. مم. وده بيبقى شيء يعني مؤلم جدا، يعني بيبقى في صدع كده في الجسم مخلينا مش عارفين نوصل لبعض. الصدع او الكسر ده، يعني انت شايفه ايه اللي بيؤدي ليه؟ ايه العوامل اللي تخلي الجسر اللي ما بين الزوجين ده يتكسر؟ طبعا جزء احنا اتكلمنا فيه قبل كده ان احنا ما عملناش الواجب بتاعنا، مم. فخلاص مش هنتكلم فيه، واللي حصل حصل. يعني ما عملناش الواجب، ما قلناش لبعض التوقع و اللي احنا قلناه ده. فاحنا متزوجين اصلا بالصدع ده، عشان كده بقينا احيانا نسمع او كتير انه مثلا بقالهم شهرين وحصل انفصال. يا ده كترت جدا كترت جدا وفي قوي. شباب صغير يعني. وبقينا كتير نسمع بقالهم 7 سنين مع بعض بيحبوا بعض وسنتين خطوبة واتجوزوا شهرين واتطلقوا. مم. طب انتوا بقالكوا 7 سنين، ايه اللي حصل عشان شهرين؟ ما عملناش الواجب بتاعنا. ما تمام. خدناش ال7 سنين دول تقييم. لا لا لا، احنا كنا مم. بنحب. بس مش فاضيين بقى، لا مش فاضيين، احنا بنحب بعض او وبنقول بنجهز لبعض البيت كلمات حلوة ومشغولين في الحاجات اللي هي في وبنتجمل الاخر مش اعمار البيت خالص يعني. خالص يعني. فدي نقطة. طيب اللي حصل حصل وتزوجنا وكده، بدأنا نشعر بده. أنا بتكلم بس مش بستمع، مم. أو أنا بسمع بس مش بفهم. مم. أو طول الوقت أنت مش حاسس بيا، أنت مش مقدراني. كل الحاجات دي بنلاقيها بقى إيه هي اللي بتبدأ تظهر. ده اذا اتكلموا ممكن يبقى اصلا كل ده جواه، هو ما بيحسش بيا، هو ما بيفهمنيش، وهو يقول هي ما بتقدرنيش، وجواه بقى وعمالين يكسروا في ويبدأ الجسور بقى اللي يبدأ بينهم. الصدوع بقى، أو الجسر بيتصدع مم. يتصدع يتصدع. ما بقاش كسر واحد، بقت كسور. مم. طيب امتى يحصل ده؟ حاجات كتير قوي قوي، بس خلينا نقول كده حاجات ايه بتحدث يوميا واحنا مش واخدين بالنا منها. زي مثلا كلمة انت او انتي. دي فيها ايه؟ دي فيها ايه؟ انتي مش فاهماني. مم. طب انا بقول لك اهو انتي مش فاهماني، مم. وحاجة يعني كويسة مش حاجة وحشة. بس في الواقع ان ميكانيزمات الدماغ بتاعتنا، دي حاجة يعني في طبيعة البشر، مصنوعة على الدفاع. أول ما بتقولي أنت، بحس انا أنا بتهم بقى أنا بشيء هدافع، لازم ادافع عن نفسي. أيوة أنا متهم. مم. فيبدأ ميكانيزم الدماغ بتاعنا ده يشتغل على إنه إيه يدافع. مم. فأنا وإنتي بتتكلمي أنا مش سامعة أنتي بتقولي إيه، أنا بسمع عشان ادافع أدافع على اللي أنتي بتتهميني او بيه. اثبت ان كلامي غلط. برافو عليكي. مم. فكلمة أنت أو أنتي دي خلاص بقى إحنا كده مش سامعين اللي بعدها.
حلو احنا قوي الجزء سامعينه ده. مش فاهمينه، احنا بنسمع عشان انا بجهز الرد وانت مم. بتتكلمي، مم. انا بجهز الرد مم. عشان افهمك بقى مم. عشان اوريك ان مم. لا مش صح. ده اللي بيحصل فعلا. فده اللي بيحصل. الحل ايه؟ طيب ما انا عايزه اقول له انه مش فاهمني، او عايزه اقول لها ان انت مش مدياني تقدير كويس. ان انا اتكلم عن اللي انا بحسه، مم. عن مش الفعل بتاعك ولكن عن نتائج الفعل بتاعك. عليا، فبعبر عن نفسي، عن مشاعري، يعني عن كده. بالظبط كده، انا نفسي في كذا، انا بحس لما اسمع كلمة كذا ان انا متضايقة، انا محتاجة مم. اقعد معاك اكتر. فرق كبير. وانت بتتكلمي انت دلوقتي كل وانا يوم كأني تنزل بشوف وقعها لاصحابك، عليا بلاقيها انت احسن كل يوم كتير. تنزل لاصحابك، مم. فخلاص امال عايزاني اقعد جنبك؟ ده الرد الطبيعي على طول. مم. امال عايزاني مش عارف ايه؟ لا. لو انا قلت لك بقى انا حابه قوي اقعد معاك، يعني حتى لو نزلت مع اصحابي على فكره، بس هبقى نازل وحابب ارجع، مم. لان انا صح. راجع لنقطه ما فيهاش خناق، صح. انا راجع لحد حابب يقعد معايا. بحس ان هو اللي بتقوليه ده شيء مريح جدا للطرف شخصيا اللي بيعبر عن مشاعره بالشكل ده، وشيء كمان في سلام ما فيهوش صراع، وبعدين في صدق. انا ليه بقى، وفي ذكاء، يعني انا بتعامل بذكاء. ليه ما بنعملش كده؟ واحنا ليه ما بنعملش كده فعلا؟ آه كتير. بالنسبه للرجل هو اتربى طبعا انه الافصاح عن مشاعره بعد الزواج بالذات ده حاجه يعني ضعف، وان هي كده هتتدلع، وان هي كده كذا وكذا، يعني مم. في كده لستة طويلة، مم. وكأن إفصاحه عن مشاعره ضد رجولته. مم. والمرأة اتربت على جزء من الحياة ان هو ما ينفعش تقول انا عايزاك، مم. ما ينفعش تظهر حبها، لانه لو ما بدلهاش نفس اللي هي قالته فده ضد كرامتها. مم. في حين ان لا، انا مش بقول عشان هو يقول لي، انا بقول عشان انا حاسه بده فهتبسط بعبر لما عنه. اقوله، مم. فبالظبط كده. فده اول جزء، ان انا اتكلم عن اللي انا حاسه او اللي انا حاساه، مش آه، اتهام. حلو قوي ده. ايه تاني بتشوفيه من عوامل هدم الجسر، غير ان انا بلقي بالاتهام للي قدامي من مجرد بقول له انت بس؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ ممكن اتكلمنا عن التغافل في في الحلقة الحلقة اللي اللي فاتت. فاتت. مم. خلينا نقول جزء مهم قوي، وهو اننا نبدأ نحط هدف مشترك لينا. مم. ده حاجة مهمة قوي. زي ايه؟ تبع هو بيحب الرحلات وانا بحب الرحلات، فتعالى السنة دي نطلع المنطقة الفلانية وهنحوش ليها او هنحط خطة. حاجة احنا الاتنين حاجة بسيطة، اهتمام مشترك. حاجة بسيطة، مم. مش لازم تبقى حاجة ضخمة ولا حاجة كبيرة. احنا الاتنين بنحب الحياة الكريمة اللي فيها شوية بزع او كده. طب هنعمل ايه؟ انا هشتغل وانت هتشتغل، ونعمل جزء لازم نشيله 10%. للترفيه والكده. احنا الاتنين حابين قوي نقرب من ربنا، فتعالى نعمل مش عارف ايه، هتسمع لي واسمع لك، مم. هنخش جزء نتعلم فيه، ها لو ها حد ها ها. بيسمعنا دلوقتي وشايف ان لا مفيش اي حاجة مشتركة بيني وبين شريك حياتي، طبعا احنا بنتكلم على ناس بقالها سنين وخلاص اتبرمجت واتسيستمت ان انا في وادي وهو في وادي والجسر مكسور من سنين، حلو قوي. فهل هم يقدروا يخلقوا المساحة المشتركة دي؟ هل هي تقدر تشوف هو او وهو برضو نفس الكلام؟ هي ايه اهتماماتها، هو ايه اهتماماته؟ طب احاول ادخل في الاهتمامات دي، اخلق حاجة مشتركة بيننا. انت عارفة دلوقتي انت فكرتيني بجزء ايه؟ بجزء الصمت. امم. الصمت اللي احيانا كتير يعني الصمت عارفة نقول ايه؟ صمت بيصرخ. امم. انا وصلت لمرحلة زي ما انت بتقولي ساكتة، فما تيجوا نسمع صمت بعض شوية، او تعالوا نعبر عن الصمت ده. الصمت مش دايما حاجة حلوة، ما انا ساكتة هو مش بس حلو جوايا غالبا، ايوه بيبقى فيه في صراخ. صراع وخناق وشتايم وكل حاجة. ومش بس كده، انا بقوله برد على نفسي، اه. هو عمل كذا علشان مش مهتم بيا، علشان شايفني قليلة، امم. علشان.
فصدق ده وابدا اتصرف على اساسه. صح، كأنه هو ده اللي حصل فعلا. فانا في الاول كنت ساكته، بعد شويه ببقى ساكته، لكن قنبلة جسمي موقوتة. بيتكلم. لا، وجسمي بيتكلم، ودي اه. حاجه مهمه قوي مم. ناخد بالنا منها. انتي بتقولي لي كذا وانا ساكته، بس بصلك بصه بتقول كل حاجة. بتقول كتير حتى لو انا مش قصدها. مم. بصة غضب، بصة حزن، بصة احتكار بقى، مم. بصة اي كل حاجة بقى، او الاتيتيود بتاع جسمي، كل ده بيوصل. مم. فمرة على مرة وصمت على صمت بيخلق ايه، انا بحط ايه، حيطة في جدار وحيطة في جدار الجسر اللي انا اصلا مكسور. فخلاص، لا انا كان الاول شايفاه بس مش عارفه اتواصل فانا معاه، دلوقتي عمالة مبقتش احط شايفاه اصلا. حوالين قلبي بقى جدار. اه. فبقيت بقى انا كنت شايفاه زي ما انت بتقولي، او هي او شايفها، خلاص احنا مش شايفين بعض اصلا. مم. فتعالوا نتعلم نتكلم مع بعض، بس في الوقت المناسب وبالاسلوب المناسب. وانتي الاسلوب المناسب ده يعني حطيتي عليه النهارده، سلطتي الضوء ان احنا الاسلوب لوحده ليه دور كبير جدا جدا طبعا. جدا في ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه اصلا من هدف التواصل. احنا انا جايه اتكلم معاك عشان نوصل لحل، مش عشان انا اثبت ان انا صح وان انت غلط. ففي الاخر ايه توقعاتي؟ ان انت تقولي انا اسف يا ستي ان انا عملت كده؟ لا، هو مش ده الهدف برضه. يعني ولو ان ده حلم كل ست ان جوزها لا انا اسف ان انا عملت كده، بس مش هو ده الجوهر بتاع لا، التواصل بيننا. احنا عندنا مشكله، عندي مشكله، شعور حسيت بيه بعبر عنه ومش عايزه احسه تاني. بصي يا تاليا، احنا للاسف وصلنا لمرحله ان احنا بنبص الرجاله والستات، مم. احنا فريقين. الواقع احنا فريق واحد، مم. يعني انا وزوجي احنا فريق واحد. يعني فمحتاجين نكسب ايه، نكسب الحياه، نكسب بيتنا. احنا مم. مش محتاجين مش نكسب ضد بعض بعض، خالص، صح. احنا مش ضد بعض. فتلاقي مثلا حد يسمعنا كده فيقعد بقى، الزوجة مثلا تروح للزوج، تعالى بقى احنا عايزين نتكلم، اه. اخر مرة هكلمك اهو، وبعمل اللي عليا اللي هو او ايه. ابدا كده اول القصيده كفر، عمرك ما عملت قلت لك كام بالظبط. مره ما تعملش مش عارفه ايه وانت عملت. فمن الاول خالص كده انت قاعد متهم قدامي، يلا وريني هتعمل ايه، وريني شطارتك. او اللي هو ايه، انا جايبه اخر اهو، بس لاخر وقت انا برضو انا مم. اللي بتكلم اهو برضو، انا اللي مم. جايه اقول. فانت مش جايه تقولي، قفلتي الباب من الاول خالص. مقفول. مم. او كذلك هو، يعني نفس الحكايه مثلا في مم. في شيء ما، 100 مره قلت لك كذا. انت بتقولي فهي الكلام بيتقال كل يوم في كلام كل البيوت عادي، للاسف، وكلام بسيط، بس وكلام ممكن تاثيره الناس كبير تسمعه فعلا. وتقول ايه، يعني انا مش هقعد افكر بقى في اللي انا بقوله. او انا كده كلام زي ما انا كده. كلام الافلام ده بقى والحاجات دي مم. والكلام ده، لا. احنا في الاول هنفكر، لكن بعد شويه هيبقى ده الطبع بتاعنا، مم. ان انا قادره اتعاطف مع زوجي. حلو قوي ده. فكره التعاطف، انا مقدره ان انت بني ادم ولك زلاتك، مم. فلما اجي اتكلم معاك هتكلم وانا متعاطفه. التعاطف عمره ما كان اذلال، ولا كان انكسار، ولا بالعكس، كان ده تهمه. هو ربنا قال اصلا في العلاقه دي جعلنا بينكم موده ورحمه، ما هو التعاطف هو من الرحمه. هو اللي هو الموده والرحمه. مم. فانا بتكلم معاك من باب التعاطف وبسمعك بتعاطف، مم. وكذلك الزوج. مم. فكره بقى ده برضو ياخدنا لحاجه مهمه، السخريه. السخريه والنقد الدائم، مم. ولما تيجي تتكلمي انا بهزر، ده انت يعني اوفر قوي، مم. يعني ما فيهاش حاجة، ده احنا بنهزر مع بعض. حتى كم من كلمة سامة اتقالت تحت مسمى الهزار، كتير. كتير. وده اللي بيخلق فعلا، بيكسر الجسر وبيخلق الجدار اللي عمال قدام. كل كلمة بايخة اتقالت من مم. زوجة او زوج، وان احنا بنهزر، مم. هي ساهمت في كسر الجسر ده. طب ما تيجوا نبني الجسر، نعيد، عارفة الترميم؟ طب احنا لما بنيجي نرمم بنعمل ايه؟ مم. بنستحمل تراب بيطلع، وبنستحمل صنايعية تيجي، والصوره النهائيه وبنستحمل حاضره، لما هيترمم هيبقى شكله ايه؟ بس احنا بقى خلينا نبص لده، نستحمل شوية تدريب، مم. وشوية تعب، وشوية مجهود. مين قال ان البيوت بتتقام بسهولة؟ واشمعنى المشروع ده اللي هينجح بسهوله؟ هو في مشروع ايه ابسط مشروع مش محتاج تركيز ومحتاج ان انا اشوف ايه المشاكل عشان اعالجها ما تتكررش تاني، اشوف انا بخسر ولا بكسب، ولو بخسر ليه، فين ولو التقييم بكسب عايزه اكسب السنوي اللي اكتر احنا فيه. بنعمله؟
اشمعنى ده اللي بنبص ان هو فلسفة فارغة لما نيجي نعمل كده؟ فهي يعني بناء الجسر. يعني انا سبحان الله، انا بعد يعني عمل يجي 10 سنين مع الناس عملت التمرين ده، جسر التواصل. ازاي نبدأ نبني جسر التواصل؟ ده عن نقدر طريق تقوله لنا؟ اول حاجة بنعيد بناء التواصل ما بيننا بالطرق اللي احنا قلناها دي، بس طبعا بنتدرب عليها. اننا ازاي نبدأ نكلم بعض بطريقة صحيحة، ازاي نقدر نسمع بعض، ازاي نقدر نفهم بعض. تاني حاجة بعد ما بنعيد البناء ده ازاي نستمر فيه. وده مهم دي قوي. نقطة مهمة. ازاي نبدأ نعمل حالة من النمو لده. مفيش حاجة زي كده ما بيحصل تتر النهاية وبينزل. الزواج ما فيهوش كده. الزواج فيه مراحل. هل احنا واحنا متزوجين في اول 5 سنين وانا عندي مثلا 25 سنة زي وانا عندي 35 سنة؟ خالص لا. اختلفت صح؟ طب انا اختلفت، يبقى العلاقة مش هتختلف وهو كشخص مش وهو هيختلف. مش هيختلف. طب واحنا عندنا ابناء زي واحنا مش عندنا ابناء؟ وانا في كامل طاقتي زي وانا في ربع طاقتي. صح. ولو ولادنا صغيرين زي ما هم كبار بدأوا يعتمدوا على نفسهم، الراجل فبدأنا وهو يبقى في شايل عندنا وقت. مسؤولية واحدة بس اللي هي الزوجة، زي ما هو شايل مثلا مسؤولية 3 أفراد؟ أكيد لا. أكيد لا. وهنا يجي التعاطف والتفهم. يعني لازم نبقى متفهمين المرحلة اللي احنا فيها. إذا احنا في مرحلة إيه؟ نمو وبناء طول الوقت، وجهد طول الوقت. ولكن جهد محبب، جهد ممتع. استثمار في أهم مشروع في حياتي. الله عليكي، أنا بستثمر. الوقت بيبقى حد عنده شركة فيها ملايين الجنيهات ومليارات وآلاف العمالة. هل بيقعد في بيتهم بقى وبيرتاح؟ ولا بيفضل متابع وبيفضل محاسب وبيفضل لازم يكبره؟ ودايما يقولك ايه؟ لو ما كبرش هيقع. اوعي تقولي ان انا لو ما عملتش النماء هنفضل في هذه المرحلة. لا، احنا هنقع. الجسر هيرجع يتصدى. فاذا الاستمرارية في البناء اللي احنا عملناه ده هو اللي هيوصل، والهدف المشترك ده بقى المستقبل. يبقى احنا اشتغلنا على ايه؟ على إعادة البناء اللي هو إعادة التواصل، المهارات اللي احنا محتاجين نركز فيها كل يوم في علاقتنا بشريك ثم حياتنا. أثناء حياتنا الاستمرارية هنتعلمها ازاي. ثم ثالث حاجة احنا في هدف بقى احنا ماشيين عليه، هدف للأبناء، هدف شخصي، هدف أيا مكان. والهدف بيتغير، خلص بنعمل هدف غيره، حاجة احنا الاتنين وإن كان الهدف ده إن احنا نفضل محافظين على علاقتنا وتبقى أحلى كمان وتبقى أحسن. فتخيلي انت ماشيه على هدف قدام عينيك. احنا جينا وقعنا، لا احنا كنا متفقين على كذا. تعالى بقى نقعد نشوف احنا وقعنا ليه. تعالي بقى تعالي لي هنا بقى نقعد كده ونشوف احنا وقفنا فين. عارفه هو طبعا الوقت بيخلص مننا، بس انا عايزه اقول جزء مهم في الحته دي. اللي بيحصل ان بيبقى فيه طرف مركز جدا في الاطار اللي هو رسمه للعلاقه، والطرف الاخر ممكن احيانا ما بيكونش بنفس الجديه والالتزام تجاه الطرف الاخر حقيقي. ده فيقوم الطرف اللي كان متحمس حماسه خلاص يفقد الشغف في العلاقه، ونرجع تاني نكسر الجسر اللي بعد ما استثمرنا فيه شويه. فعايزه تقولي ايه مثلا للطرف اللي هو عارف ان هو عنده وعي وعنده التزام ممكن عن الطرف الاخر، ما يفقدش الامل ازاي؟ طيب تعالي نقول ان اعادة البناء مش شرط تبقى من الطرفين. حلو ده. هي المثلى من الطرفين. ده طبعا كده احنا عايشين يعني في سعادة ضئيلة جدا اللي هتكون احنا عايشين هنعيش في سعادة ونماء والطرفين هيبقوا مبسوطين. لكن لو انا في وقت ما الطرف التاني مش مدي كل اللي انا محتاجاه، مش لازم امشي بقى. يعني في اشياء تانية جميلة. طيب انا هستمر بس هشتغل على نفسي. صح. وده مهم قوي، مش ليس عيبا ان انا اشتغل على فكرة المثابرة شوية، اشتغل على نقطة ان انا ممكن استغنى على جزء وارضى بالبديل اللي هو مديهولي. وهنا هنروح لنقط تانية طبعا الوقت مش هيسعنا، ولكن ببساطة كده شديدة في اشياء احيانا انا ببقى محتاجاها قوي. 3 مثلا بنود انا محتاجاهم هو مش بيقدمهم او هي مش بتقدمها، ولكن بتقدم 4 اشياء تانية. ركز فيهم.
سبحان الله، يعني اركز كل ما فيهم. تركز عليه يزداد. عايزه حاجه حلوه تزيد في حياتك، بالظبط. ركزي على الحلو. عايزه النقص يزيد في حياتك والاحتياج، ركزي على اللي انت محتاجاه وناقصك ومش عارفه تقوليه. هل الحياة طول الوقت يعني ممهدة؟ ابدا. ابدا خالص. فلازم يعني لازم يعني نفهم ده ونتقبله. نتقبل النقص اللي موجود ما دام لا يؤذي. لا يؤذي بشكل كبير، وما دام يمكن التعايش معاه. مم. مين اللي هيحدد ده؟ الشخص نفسه. هو نفسه. الشخص نفسه هو اللي يحدده، ونسعد بالاشياء الباقيه. ولكن يعني ما تفقدش الامل ان الطرف التاني، اكيد انت في السيشنز بتشوفي كتير انا عملت معاه كل حاجه ومفيش فايده، فاللي عايزه لان هي تقوله من مستنيه السلسله رد مفيش فعل. حاجه اسمها مفيش فايده. هو مستنيه رد فعل. بس طول ما هي شغاله ومحدده الهدف وماشيه اون تراك فعلا، وشايفه انها انا مركزه مع نفسي، مركزه مع سلوكياتي، الطرف الاخر عاجلا او عاجلا لازم هيستجيب، لازم هيستجيب. لازم هيستجيب. وخلينا احط كلمه كده عشان نبقى واقعيين وعلى ارض الواقع، لازم هيستجيب اذا كان شخص سوي. ان شاء الله يكون سوي، نحسبه ان هو يكون سوي باذن علشان الله. يعني السوي مش معنى ان هو ممتاز. السوي ان هو انسان سوي طبيعي، ما عندهوش امراض نفسيه فقط. يعني هي دي الفكره. مش سوري كمان مش امراض نفسيه، اضطرابات يعني اضطرابات بالظبط ولو كده. ان احنا كبشر معظمنا مش اسوياء، يعني عشان كده مهم ان احنا دلوقتي بقى متاح جدا ان نلجأ لمتخصصين وناس يساعدونا، علشان كل واحد فينا متبرمج من في فرق الصغر بين عنده الشخص مشاكل. السوي، الشخص السوي وعنده تروما من حاجة وعنده، ده شخص سوي ولكن بيعاني، وكلنا نعاني زي ما حضرتك قلت كده. ولكن الشخص الغير سوي اللي هو بقى هندخل بقى في النرجسي، هندخل في ده قصة تانية ملناش دعوة بيها. اضطرابات حادة بقى، اضطرابات حادة دي قصة تانية بقى. الحد اللي ممكن الطرف الآخر يقدر يتحمله أو ومش احنا اللي معاه. هنحدد. عشان بقت كل المتخصص الناس برضه. دلوقتي انا نرجسي جوزي أهو، نرجسي، انا مراتي المنهج بيقول نرجسيه، كده انا مش خلاص. عارفه ايه. لا مش احنا اللي هنحدد ده طبعا يعني. جميل. بس ولكن التواصل وجسر التواصل احنا نقدر نعيده ببعض الجهد وبالوعي وبان احنا نبقى عايزين الحياة دي تستمر. حلو قوي. وبصي يعني طبعا الحلقة خلصت من شوية كده، بس احنا مكملين برضو. يعني حلو قوي انت قلتي كام نقطة النهاردة قد ايه مهمين. اولا يمكن ختمنا الحلقة اللي فاتت it's never too late، ومفيش وقت نقول خلاص مفيش امل ومفيش فايدة. دايما في امل وفي فايدة. والجزء اللي انت عملتي النهاردة عليه تركيز وزوم، ان حتى لو طرف واحد هو اللي مركز في الهدف، العلاقة دي ان شاء الله هتستمر وهتتحسن. حتى ولو طرف واحد. طبعا يعني اقصى احلامنا ان يبقى الطرفين بيشتغلوا على نفس الهدف ومركزين على انجاح العلاقة دي. ولكن حتى لو طرف واحد فينا اللي بيسمعني او بتسمعني دلوقتي، كفاية قوي ان احنا نقول خلاص انا هبدأ بنفسي، والعلاقة صدقوني هتتصلح. ودكتور عبير اكدت ان المشكله غالبا بتكون مننا احنا، واحنا بلا وعي، يا اما بنتصرف غلط يا اما بنسلك سلوك غلط، بنعبر عن مشاعرنا بطريقه غلط. فلما هنصلح نفسنا اكيد العلاقه لازم هيكون في تاثير كبير جدا على العلاقه فيها. ان شاء الله. شكرا لوقتك. الحلقه ليك انت كانت حلوه، بس انا اللي محمسني من الحلقات اللي جايه كمان ان شاء الله كل حلقه بتبقى اجمل من اللي قبلها. ان شاء الله باذن الله نكون قدمنا فايده. اكيد باذن الله. خلصت حلقتنا الاسبوع ده، ونسيبكم على خير ونشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله في علاقات امنه مع دكتور عبير العاشر. يا رب ان شاء الله.